انسى اي وصفة جربتيها قبل كده وتعالي نعمل مع بعض احلى بطاطا طعمها زبدة وبشاميل بتاعها بطريقة. تعالوا نشوف شكلها جميل ازاي. طعمها كان خطير في حتة تانية خالص. شايفين شكلها حاجة كده تحفة. هنجيب البطاطا بتاعتنا ونغسلها كويس، وبعد كده هنحطها في الفرن ونشويها. هنطلعها ونقسمها بالنص بالسكينة، ونبتدي ان احنا نفرغها بمعلقة ونحط التفريغات في طبق كبير. ماشي. وبعد ما نحط التفريغات في طبق كبير هنبتدي ان احنا نهرسها بالشوكة ونضيف عليها ربع كوباية من اللبن الدافي وتقلبيهم كويس جدا بعد ما قلبناهم كويس جدا وخليناهم يتجانسوا مع بعض كويس، هتحطي الطبق بقى بتاعك ده على جنب وتجيبي حلة نظيفة وتعالي نعمل احلى بشاميل كريمي خطوة بخطوة عشان تعرفي ازاي تطلعيه كريمي وطعمه جميل كده. هنجيب 4 معالق من الزيت او السمنة، ومعاهم 4 معالق من الدقيق كبار. هتبدأي اللي بتقلبيهم كويس جدا على نار متوسطة، وبعد كده تبتدي تهدي النار، وبعد كده هتضيفي اللبن حبة حبة. شايفين انا بعمل بسباتيولا بمعلقة، مش محتاجة شوكة، مش محتاجة هراسة، ومش محتاجة كمان مضرب. هتبتدي ان انتي تخلي الدقيق يتجانس مع اللبن حبة حبة. كل ده انا بعمل على ايه؟ طفيت البوتاجاز خالص. اول ما الدقيق عندي بدأ ان هو يتحمر مع الزيت او السمنة، وبدأت ان انا اضيف اللبن حبة حبة، وبدأت ان انا اقلب. كل ده انا طافية البوتاجاز، طافية اعين البوتاجاز تمام. وابتدي اقلب اقلب وافضل اهرس فيها لحد ما اخليه شبه الكريمة. اول ما احس ان الخليط اللي عندي او الدقيق مع السمنه بدا ان هو يتجانس ومبقاش فيه اي تكتلات خالص، هبتدي ان انا اضيف اللبن حبه حبه برضو تاني واقلب لحد ما يبقى عندي شبه اللبن السائل تمام. شايفين؟ بعد كده هبتدي ان انا اضيفه على البوتاجاز تاني على نار هاديه واقلب باستمرار، ما تشيليش ايدك خالص من على البوتاجاز. وهنا بقى هبتدي اضيف السكر، معلقتين من السكر كبار، وهتقلبيهم كويس لحد ما يدوبوا. وبعد كده هتضيفي عليهم اول ما اللبن اللي عندك مع الدقيق مع كل البشاميل بتاعنا يبدأ يتقل، هتبتدي تضيفي عليه معلقة من كريمة الخفق او كريمة الشانتيه البودر، ومعاهم ربع كوباية من المية. هتقلبيهم كويس، هو مش هيدوب بسرعة، بس هتقلبيهم على قد ما تقدري، وبعد كده تقومي ضيفاهم على الخليط اللي عندك برضو بالراحة، التقليب بالراحة خالص. شايفين انا صبتهم كان فيهم شوية تكتلات لان الكريم شانتيه مش بتدوب في المية، فاحنا بعد كده هندفيهم على النار تاني مع البشاميل وهتقلبيهم وبس كده. ده كان شكل البشاميل بتاعنا. شايفين شكله خطير وطعمه كان تحفة. وفي الاخر خالص هتضيفي رشة من الفانيليا، مش محتاجين فانيليا كتير. البشاميل بتاعنا شايفين شكله حاجة كده فوق الروعة، فوق الروعة بجد. خلصنا البشاميل بتاعنا وعملناه بطريقته الجميلة وخطوة بخطوة وتعلمناه كويس. تعالوا بقى يلا نعمل احلى صينية بطاطا بالبشاميل. سهولة بعد كده مفيش. هتجيبي البشاميل بتاعك، هتاخدي منه كبشة كبيرة وتحطيها في ارضية الصينية، وبعد كده هتبتدي ان انت تضيفي فوقيها البطاطا اللي انت جهزتيها وحطيتي فوقيها اللبن، وبعد كده هتبتدي ان انت تفرديها في الصينية بتاعتك وتسويها كويس قوي على قد ما تقدري. وبعد كده هتبتدي ان انت تجهزي وتحطي عليها المكسرات اللي انت عايزاها. انا ضفت عندي جوز الهند، بس نخلي بالنا لو احنا هنضيف مكسرات او جوز الهند ان انت لازم تدخليها شوية جوه البطاطا عشان ما تعملش طبقة عازلة ما بين البشاميل وما بين البطاطا تمام. بعد كده انا ضفت معلقة برضو من جوز الهند المبشور على البشاميل، بيخلي طعمه خطير جدا وطعمه بيكون غني قوي. وبس كده هنحطها في الفرن وتحطيها على الشواية وتاكلي احلى صينية بطاطا بالبشاميل. مفيش بعد كده. جربيها وقولي رأيك في الكومنتات، وياريت تدوسي لايك وسبسكرايب وتعملي شير للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، عشان يشوفوا البشاميل والطريقة الجميلة بتاعتنا النهاردة. وبس كده، يلا باي باي، سلام عليكم.